ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده اول حاجه قلت ان انا اخد كده اليوم معاكم من اوله، وهنشوف هنعمل فيه ايه. النهارده ان شاء الله انا هروح عند ماما. صحيت انا وكندا، حبيت والله يا جماعه الفتره دي ان احنا نفطر، علشان انا بحس ان احنا لو ما يعني ما اخدناش كده وجبه الفطار. بحس ان ده بيأثر علينا طول اليوم بجد. فبجد يا جماعة يعني خلي وجبة الفطار عندكم أساسي. غير الغدا غير العشاء، فأنا بحس إن وجبة الفطار دي أساسية. فبحاول على قد ما أقدر إن أنا أعود كندا عليها اليومين دول على الفطار، مع إننا إحنا أصلا يعني يا دوبك هنفطر وأعمل حاجات بسيطة في البيت، وهننزل على طول نروح عند ماما وهنتغدى عند ماما. بس أنا قلت لأ، لازم كندا تفطر كويس علشان خاطر تتعود على إن في فطار غدا عشاء. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل كده، يعني انا من ساعه ما قعدت من الشغل وانا بحاول ان انا اعودها على كذا حاجه، فيا رب اصلا هي تتعود، لان انا حاسه ان هي بتاخد وقت معايا يعني عايزه اقول لكم ان انا عملت الفطار ده يكاد يكون نصه ما كلتوش، هي كانت بس الفول. زي ما انتم شايفين كده، جبت معلقتين سمنه كده حطيتهم في الطاسه، ونزلت عليها بالبسطرمه، وهجيب بقى بيضتين كده. وقلت ايه اول حاجه كده اعملها بيض بالبسطرمه علشان اعودها ان هي تاكل بيض بالبسطرمه، بس هي حسيت ان هي ما حبتهوش، مع اني حسيت ان هو مفيد. بس هي ما حبتهوش، فمش عارفه ان انا ادخلها البسطرمه في ايه تاني. بس مع ان البسطرمه عامله زي اللانشون، وهي بتعشق حاجه اسمها اللانشون. ولكن هنا البسطرمه بالبيض هي ما اكلتوش، يعني حمدت ربنا ان انا عامله اصلا كمان يعني جنب البيض بالبسطرمه جايبه الفول وعامله فول. فكانت هيبقى الموضوع صعب بصراحه لو احنا كمان ما كانش فيه فول. فهي كده ما كانش هتفطر، يعني فوجبه الفطار كده كانت هتروح ايه عليها. المهم زي ما انتم شايفين هنا برضو جبت الفول كده، قلت برضو ايه اسخنه لها، علشان برضو كنت مقلقه ان هي ما تاكلش البسطرمه، وده بالفعل حصل يعني. اللي انا كنت حاسه بيه حصل. المهم زي ما انتم شايفين عملت كده البسطرمه، هحط بقى كده عليها ملح، وهحط فلفل اسمر، وكده هتكون البسطرمه معايا جاهزه، والفول كمان اهو بيسخن. وقلت نفطر يعني كده ايه قبل ما ننزل. بصوا اليوم اللي انا ببقى رايحه فيه عند ماما ده ببقى بصوا مستربعه جدا في كذا حاجه، اللي هو ايه، ببقى عايزه الحق اخلص المواعين، اخلص الشقه، اخلص كل حاجه في البيت، علشان خاطر يعني انا اصلا اليوم ده كمان بت. فما كانش ينفع ان انا اسيب البيت متبهدل او فيه اي حاجه. فقلت لا، هنفطر كده كويس ونقعد كده بقى براحتنا. وبعد كده اقوم ايه الم البيت واخلص كل حاجه فيه. انا اصلا اليوم ده كنت صاحيه الساعه 9. يا جماعه صحيان بدري حلو جدا. ادعوني، لان انا الفتره دي موضوع الصحيان بدري يعني قلب مني، مش عارفه ليه، ومش بقيش عارفه ان انا اصحى بدري. بحاول اهو على قد ما اقدر ان انا اصحى بدري، بس يعني مش عارفه ليه من ساعه ما قعدت من الشغل وانا بقيت ايه اللي هو واخداها ل 11 و12 بالليل، مش عارفه ان انا اصحى يعني ال 11 12 الصبح يعني. الظهر ممكن اصحى على الظهر يأذن وايه واصحى. المهم جبت برضو العيش سخنته. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، انا عندي كده اصلا ميكرويف، بس ما حبيتش ان انا اسخن في الميكرويف. قلت لا، انا هسخن على طول على البوتاجاز. ما اعرفش ليه الميكرويف لما باجي اسخن فيه الاكل، مش الاكل، العيش بالذات بينشف بينشف قوي. فبيضايقني بصراحه، بحس ان بيبقى ناشف كده على اسناننا. فقلت لا، انا هسخن على طول على البوتاجاز. وبعد كده مسكت بقى كده، جبت خيار بقى، وانا عارفه ان هي بتحب الخيار، فبحاول ان انا احط كل حاجه هي بتحبها تاكلها تكون مفيده ليها. لان انا والله يا جماعه الفتره دي كندا عندي شعرها بيقع بطريقه صعبه جدا، وهي الحمد لله عندي شعرها حلو، بس مش عارفه ليه بيقع كده. فانا بقول قله تغذيه، فانا يعني شغاله على عاملين، اللي هو هغذي كويس وكمان هدي فيتامينات. فبعمل كده ومش عارفه يعني، الله المستعان. نزلت كده بالفول بقى بعد ما سخنته لها، هي بتحب الفول سخن، وهحط لها عليه بقى زيت وليمون وكمون. بص دخلت اتقضيت على الشاشه في ايه مش عارفه. حطيت كده بقى الزيت، تمام، وهنزل بقى كده عليه بالفلفل، لا بالملح والكمون. ما بحطش على الفول فلفل اسمر. بصوا بقى بعمل وايه ناسيه خالص العيش، يعني ربنا يستر وما يكونش اتحرق يعني. بس كده حطيت كده الكمون، وهروح اجيب بقى كده ايه ليمونه صغيره، بس انا بصوا انا مقطعه عليه اصلا. بسجل على الفيديو ده يعني ايه بعد ما جيت من عند ماما بمثلا
4 5 ايام، مش عارفه ليه مكسله قوي ابقى مصوره الفيديوهات، ومكسله ان انا يعني اسجل عليها صوت وكده. بس يعني تمام، يعني ان شاء الله لا مش هكسل وهسجل، لاني والله مصوره فيديو عند ماما حلوه قوي في المطبخ عندها، بجد نفسي انزله ومش عارفه ان انا انزله. بس اقول لكم على حاجه، علشان خاطر هو يعني كله كلام. زي ما انتم شايفين كمان، كان في فطير برضو السلام عليكم، حطيته ازيكم وكده حلوين؟ عاملين خلاص. ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى، النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم جميعا. فالنهارده ان شاء الله لسه لابسه بقى دلوقتي، وكنده كمان لبست. انا عايزه اقول لكم ان انا طب بصوا، ايوه بصوا كنده، ايه الحلاوه دي، إيه الجمال ده كله، الله. انا بادئه يومي، ثواني سابي كنده اتكلم. انا بادئه يومي الصبح من الساعه 11، قمت خلصت بقى المطبخ وروقت الشقه وغسلت الغسيل. بصوا كان نفسي والله الميه مقطوعه بس الحمد لله الموتور اتصلح. كان نفسي اجيب معاكم كل دوت، بس انا فعلا ما كانش عندي وقت. وكان نفسي كمان اجيب معاكم وانا بلبس وبلبس كنده وكده، بس طبعا يعني بتبقى فقره بصراحه صعبه جدا. واصلا يعني يعني عشان اجيب الفقره دي وانا بلبس انا وكنده، سويت بقى، سويت وصوت يا كنده وتعالي هنا ويلا ومش عارفه ايه، متاخرين. فبصراحه لا، ما كانش هينفع ان انا اجيبها معاكم خالص. بس قلت بقى اجيب الفاين لوك معاكم في الاخر بعد ما خلصنا لبس. تمام. وحضرنا بقى الشنطه اللي هروح بيها عند ماما. هبات عند ماما يا بنتي، بس هبات عند ماما يومين. النهارده الجمعه والسبت ان شاء الله. بس اللي بتقول لكم ما هتحطوا مكياج، انتوا لو تشوفي طريقتي في الميك اب اللي انا بحطه والله اصعب عليكم واتكسف منكم اصلا. قلم الروج بيتحط هنا وبيتحط في بوقي، بيتحط في كله. صح. يلا بينا بقى ننزل نروح عند ماما ونشوف برضو هنعمل ايه عند ماما. على فكره هنكمل بقيه التصوير عند ماما ان شاء الله. اخد بس كده شنطتي، هلبس الشنطه دي ماشي، واخد الموبايل التاني وبقى ايه، ويلا بينا ننزل. بس بقى نقفل بقى الباب كده. يلا بينا ننزل. عايزه اقول لكم واخده الشنطه دي عشان احط فيها الايه، الاستند. يا كندا تعالي، خدتي سليبر؟ استنى يا جماعه، افتح كلها سليبر. خلينا السليبر ده بس كده. كده بقى في الشنطه بالمره. عارفين انتوا كنده بجد يعني ربنا يهديها. بس يلا ننزل بقى. كده يا كنت تنزلي من غير ما تقولي لي؟ بس هم عاملين ايه؟ سليم عليهم. انا زعلانه منهم. ليه زعلانه منهم ليه؟ بس طب قولي لهم زعلانه ليه؟ زعلانه عشان مش بيحطوا اللايك؟ خايفه من بابي. يلا ايه؟ لا يلا عارفه يا كندا لو جبتيهم عشان انا كمان بخاف منهم. مبسوطه؟ انتي مبسوطه؟ مبسوطه؟ تعالي يلا يا كده. الله تعالي هنا، هاتي.
Please do not get on the train by force, as the door is closing, and also do not lean against the door for safety. المحطة التالية القومية. محطة القومية. سيفتح الأبواب إلى اليسار. The next stop is El Camino. El Camino Station. The left side door will open. باي. اسمك ايه؟ كيندا 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 كيندا. تعالي. هشرحنا ايه؟ خلاص هنخش عند ده. يا خراشي يلا راح فين يا بنتي؟ عدي خدي. لا يلا اسمعي كمان وصلنا. يا خراشي عايزه اقول لكم المترو حضرتك ان هو بيوصلني بسرعه، بس ايه بيتعبني برضو. عاملين ايه؟ لا جايه شكلي انا عامله ايه كوكا؟ اكيد وحشنا. هاتي الشراب ده كده. هاتي الشراب. خدي الشراب ده. هاتي حطي في الشنطه. وحشتيني بس احنا يا جماعه كوكا. من الناس اللي بتجيب مننا الشراب. خدي يا بنتي يا لارين، تعالي تصوري معايا. عاملين ايه يا جماعه؟ عامله ايه يا ماما؟ وحشاني والله. بص محضره عشان تاكلوا يلا. عاملين لنا غدا. هتغدونا ايه؟ مكرونه مبكبكه مبكبكه. اوه باللحمه. تمام. هنتغدى مكرونه مبكبكه يا جماعه. هقوم اغير هدومي وهتغدى ونرجع لكم. خدوا بالكم ان انا المواعين، قولوا لها صبري المواعين. خدوا عشان بالكم في عمال النهارده. خدوا بالكم ان انا هعمل حته مقلب في ندى. استنوه بس مش هيبقى في الفيديو ده، الفيديو اللي بعده، او ممكن احطه في الفيديو ده مش عارفه. ايه لارين انا عاملين ايه؟ قولوا نحط اللايك. حط اللايك. قولوا اشتركوا في القناه. اشتركوا في انتوا كسبوا القناة. انا بحبكم قوي 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 قوي. بحبكم قوي قوي قوي. قلبي يا ناس. هنا بقى كده ماما حضرت الغدا. كانت عامله يا جماعه مكرونه حلوه قوي، وعامله الشوربه واللحمه، وشغاله قد كده تاكل. مرضتش تاكل خالص، كلت انا وندى. كان كله واكل. وانت ما انت حاطه كل البادي ليه؟ عشان خاطر العيال. قلت لها ماما حرام عليكي كل البادي عشان خاطر العيال. قعدت بقى اتكلم انا وندى. حاولت ان انا اعمل فيها مقلب، قفشته وقفشت اسماء وهي بتصور، فمعرفتش ان انا انزل خالص المقلب علشان حسيت ان هي قفشتنا يعني. فقلت بقى ايه خيرها في غيرها. مفيش مشكله. الفيديو النهارده خلص. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله.